تريدون أن تتأكدون؟ ارجعوا إلى كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للمرتضى، معروف هذا الكتاب. هذا يجمع أقوال أئمة المذاهب. في المجلد الثاني الصفحة 377 في كتاب الصلاة، لما يأتي إلى شرط ستر العورة في الصلاة، هذا شرط للمصلي أن يستر عورته، يقول ماذا؟ شين يعني رمز لمن؟ للشافعي، أنه هذا قول الشافعي. يقول وعورة الأمة كالرجل. عورة الأمة الجارية المملوكة كالرجل. عورة الرجل شنو؟ من السرة إلى الركبة. يقول عورة الأمة هي هذه. فإذا تقدر ماذا؟ تكشف صدرها، تكشف ثدييها، تكشف ما دون الركبة، صحيح؟ بطنها كذا، تصلي طبيعي، ما يخل بالصلاة. يقول وعورة الأمة كالرجل. زين شنو دليل الشافعي؟ يقول لكلام أبي موسى على المنبر ولم ينكر. كلام أبو موسى الأشعري، ذاك الأحمق الذي ضحك عليه وخدعه عمرو بن العاص في قضية التحكيم كما تعرفون. هذا له قول معروف حديث عند المخالفين يتداولونه كثيرا، أنه ذات مرة صعد المنبر في أيام إمارته وقال ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته. يعني أنا أمنعكم تنظرون إلى هذا الموضع فقط، فوق وجوا ماكو مانع، فوق وتحت ماكو مانع. فاستفادوا من ذلك ماذا؟ أنه هذه ليست عورة للمملوكة للأمة، فخلص بعد يجوز لها تصلي بهذا الوضع. وكأنه أبو موسى الأشعري إمام معصوم مثلا، وصي من الأوصياء مثلا، مو رجل زنديق خبيث منافق أحمق. أبو موسى الأشعري كان من جملة الذين أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله في عقبة هرشة. ارجعوا للتاريخ. منافق أحمق سامري، كان متهود. شوف يأخذون هذول ايش قد يعبدون الرجال هؤلاء أهل الخلاف، يأخذون قوله كأنه قرآن. يعني قرآن، صعد المنبر قال هذا الكلام، قرآن صار أبو موسى الأشعري. أيضا يقول شين، أيضا موجود في البحر الزخار، شين يعني الشافعي، يقول ولا يعفى شيء من العورة في الصلاة كالنظر إليها. يعني زين الآن مصيبة الشافعي ماذا؟ أنه أجاز كشف المملوكة لعورتها وتصلي في المسجد، والرجال اللي رايح واللي جاي شنو؟ يشوفها، صلاتها صحيحة وعملهم هم صحيح. ولكن على الأقل في موضع العورة اللي هو ما بين السرة إلى الركبة، يقول ما يصير ينكشف منها شيء. على الأقل الشافعي توقف عند هذه الحدود. بس أبو حنيفة موجود، أبو حنيفة لا، جوز أكثر من هذا، قال تكشف مقدار ضئيل من العورة حتى المغلظة ماكو إشكال، سواء رجل أو امرأة ماكو مانع، عبد أم حر، مملوكة أم حرة، ماكو مانع، بمقدار الدرهم البغلي، شوية أكثر من الباوند. شوف الباوند بهالمقدار، خلي يتعمد، هم تتعمد تكشف ماكو مانع. يقول حاء فو، حاء يعني أبو حنيفة، هذا رأي أبو حنيفة الآن راح يذكره. فو يعني رأي ما اجتمع عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف. يقول هذا رأيهم الآن، كلهم اجتمعوا على هذا القول. قال يعفى قدر الدرهم في المغلظ، يعفى من ستر العورة في الصلاة قدر الدرهم ماذا؟ في المغلظ. شنو المغلظ؟ شنو العورة المغلظة؟ يقول وهو السوأتان من الرجل
وما بين السرة والركبة من المرأة. وعن أيضا يعفى عن، وعن ربع العضو. ربع ماذا؟ العضو من المخفف، من العورة ماذا؟ المخففة، اللي هي فوق السرة مثلا ودون الركبة. ولذلك كان يقول ابن حزم ماذا؟ يجوز لها أن تكشف ماذا؟ ربع البطن مثلا، ماكو مانع. حتى الحرة تصلي تكشف ربع الباطن، ماكو مانع. يقول وعن ربع العضو من المخفف وهو ما عدا المغلظ، غير ذاك العورة المغلظة. اي بالفعل أي دين هذا حقيقة. يا جماعة الناس ما تعرف ايش قد اكو خياس في المذاهب البكرية، ما يعرفون صراحة، واقعا. مذاهب وسخة، فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فتاوى قذرة. ليش؟ لأنه الأئمة مالتهم كانوا قذرين، الأئمة مالتهم كانوا قذرين. يعني عائشة أمهم رضاع الكبير، عمر هذا اللي مسوي له مسلسل، هذا كان هم في منتهى القذارة والإباحية والشذوذ والنجاسة وكله على بعضه. أصلا بيت عمر بيته كانت الجواري يخدمن فيه الضيوف، وهن على هذه الصورة التي سأنقلها لكم. سأنقل لكم هاي الصور القبيحة حتى تشوفون هذا بيته شلون كان. ارجعوا إلى تفسير يحيى بن سلام، الرواية المرقمة برقم 348، يروي عن أنس بن مالك قال: كن جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس تضطرب ثديهن، الأثداء تضطرب تروح يمين ويسار، بادية خدامهن يعني سيقانهن، يعني بس كل واحدة ما أخذت لها مثل وزرة، بس أجلكم الله الموضع الخاص المغلظ، العورة المغلظة كما يقولون، هذه مستورة، أما الصدر والظهر والرأس والسيقان وكذا كله مكشوف. وكن يخدمن الضيوف هكذا، تضطرب ثديهن بادية خدامهن. هذا بيت عمر، هالشكل كان بي ناس، هالشكل كان يستضيف الناس، وهالشكل كنا جواريه يخدمن الناس. عراة. هسه واحد يجي من المخالفين يقول لا مستحيل، سيدنا عمر قمة التقوى قمة الورع، مستحيل، هذه حتما رواية مكذوبة، حتما رواية رافضية، رواية الصفويين. لا يا أخي، لا رواية الرافضة ولا رواية الصفويين ولا رواية الكذابين، هذه روايات صحيحة عندكم. أنقل لكم هذه الرواية بعينها من كتاب السنن الكبرى للبيهقي، ونص على صحتها البيهقي. ارجع إلى السنن الكبرى للبيهقي رقم الرواية 2958، يروي عن أنس بن مالك قال: كن إماء عمر، إماء جمع الأمة، كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن، تضطرب اضطراب هالشكل. قال الشيخ اللي هو البيهقي: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة. والألباني الهالك، ارجع إلى كتابه إرواء الغليل، لما يعلق على هذه الرواية أيضا يحكم بأنها ماذا؟ صحيحة. سؤال مشروع،
في هذا المسلسل اللي الآن دا يسوون، ليش ما يطلعون هالمشهد؟ ليش ما يطلعون هالمشهد حتى الناس تعرف الحقائق؟ إمامكم عمر بيته كان نادي للعراة، هذا كان. طلعوا هذا المشهد، خلي الناس تشوف، خلي تشوف الحقائق، خلي تشوف عمر وجواري عمر كيف كانوا يستضيفون الناس. هذا عمر اللي مصورينه الآن على أساس ببيته حتما يخلونه يصلي ويعبد ويبكي وإلى آخره. لا يا أخي، كان عنده جواري مصاليخ أمام العالم. هالشكل كان. الكذب على الناس، تزوير الحقائق، تجميل الشخصيات الغابرة ما ينفع. يعني الآن المخالف يشوف هذا المسلسل، يشوف عمر مثال الحياء، مثال التقوى، يسمع هذا الكلام منه، يقول معقولة أكو هالشكل عندنا روايات وعلماءنا يقولون صحيحة أيضا؟ يعني جواري عمر، وعمر ما كان عنده غيرة، ما كان عنده أدب، ما كان عنده حياء، جواريه يخدمنا الرجال. أنس بن مالك هم هذا الثاني يجي يحضر عنده، يحضرون مضطربات الثدي، مكشوفات الأثداء أمام الناس. معقول؟ فشي يسوي؟ يعني أنت تخيل هذا المسكين البكري اللي يشوف هذا يقول والله هذول كذابين، كذبون علينا، والحق مع الرافضة اللي ليل نهار يقولون يا عمي ضحكوا عليكم، كذبوا عليكم، خدعوكم. هذه الشخصيات مو على هذه الصورة التي يقدمونها لكم، صورة أخرى تماما. فيميل إلى جانبنا، لأنه لما يكتشف أن دينه هو دين الكذب، المذهب مال مذهب التزييف والكذب والضحك على الذقون، يقول شنو هذا المذهب؟ شنو هذا المذهب؟ فإذا أئمتهم هكذا، أمهم هم هكذا، ما تريد أبو حنيفة يجوز للمرأة أن تكشف بمقدار الدرهم البغلي من شفتي فرجيها كما يقول ابن حزم ويراها الغادي والبادي؟ ما تريد الشافعي يجيز أنه الأمة تكشف صدرها حتى أثناء الصلاة ويراها الرجال؟ طبعا لازم يتبعون أئمتهم بعد. احنا نتبع أئمتنا الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، لذلك نأمر بالحشمة، نأمر بالستر، نأمر بالعفاف، نأمر بالورع، نأمر بالحياء. هذا طبيعي. نساؤنا نأمرهن دائما بالستر، نقول أنت أصلا حتى القناع يعني اللي نسميه احنا بوشية الآن، هذا لازم تلبسي، هذا الحكم. أما في المقابل تعال شوف عند الطرف الآخر، أصلا تعال قارن بين بيوتنا وبيوتهم، بيوت علمائنا وبيوت علمائهم، شوف الفرق الشاسع. تدخل بيت العالم الديني الشيعي تجده مفعما بروح الإيمان، عامرا بذكر القرآن، بالأدعية الشريفة، بالصلاة، بالاحتشام. تدخل بيوت علماء المخالفين تتعجب، حقيقة تتعجب. أنا ذات مرة أتذكر نقلت لكم أنه قرأت في إحدى الصحف الكويتية قبل سنوات عديدة، يمكن قبل أكثر من 20 سنة ربما، أو يمكن 15 سنة، يعني بالتسعينات، حدود التسعينات، قرأت تحقيق واحد صحفي خرج من هذه الجريدة، راح إلى بيت القرضاوي في قطر، فيقول أنا دخلت البيت كنت أتوقع شكل يعني غير، وإذا بي أول ما أدخل البيت أسمع صوت ماذا؟ أم كلثوم، خالين أم كلثوم ودا يسمعون. فبعدين لما خرج لي يعني في قاعة الضيافة مثلا أو كذا، لأنه القرضاوي عنده قصر هناك، ترى قصر مو مثلنا عايش على الإيجار لا، قصر عايش. أمير قطر هذا معطيه وموزة معطيته بعد، شوف شلون. فيقول أنا لما جاءني إلى قاعة الضيافة قلت لشيخنا كنت أتعجب، يعني كنت أتصور شيء آخر. قال لا يا عمي، الإسلام دين الوسطية، شنو يعني إحنا شوية نسمع أم كلثوم؟ ضحكوا عليك هذول المتشددين، ماكو هالشكل شيء.
اللطيف في الأمر شنو؟ قبل كم يوم أيضا لمحت لقطة من برنامج بثته قناة الجزيرة عن واحد شيخ مصري معروف جدا اسمه الشيخ محمد الغزالي. سامعين بيه لو ما سامعين بيه؟ معروف، شخصية كبيرة، كان في أيامها يعني يعتبر في الطبقة العليا جدا، وهذول جماعات الإخوان المسلمين وما الإخوان الشياطين، طبعا هؤلاء كان هذا يعتبر رمز يعني ممن يلوذون به، وله تنظيرات وله كتب، وكان نجم لامع في زمانه، معروف نجم لامع. وهم سبحان الله أصابته مصيبة لما راح إلى يعني الجزيرة العربية، ولا راح إلى الجزيرة العربية هناك هلك مثل الطنطاوي، وكلاهما دفنوهما في البقيع، كلاهما هذول. المهم، وعلى ما بالي يمكن هذا محمد الغزالي هم دفنوه يم مالك ابن أنس، كأنه هكذا أظن، هكذا يدفنوه يم مالك ابن أنس. المهم، الشاهد هذا أنا شقد كنت أشوف هذا هاللقطات اللي يعني لاحظتها، تقريبا كانوا خالين قبيل الأخبار، برنامج وثائقي هكذا، فحقيقة ضحكت أنه شوفوا الإسفاف أصلا، يعني دا يتكلمون عن مآثره، عن أنه شقد إنسان عظيم، فمسوين مقابلة مع ابنه ومع جوز بنته، كما يقولون جوز بنته، عرفت شلون؟ جوز بنته مخلين زين. هذا الأول اللي ابنه شنو يقول هسه، شنو من مآثر والده، يعني شو يعني مآثر يعني وكذا هالشكل، يقول إحنا، هذه أول نقطة طبعا قال اللي أنا شقد ضحكت، قال إحنا ترى البيت كله كان يصلي، والدنا معلمنا كلنا على الصلاة، هذا كلش ترى شيء عظيم يعني، هذا فشي الله أكبر. أنا قلت كلش يعني إنجاز عظيم ترى أنه كل أهل البيت يصلون، ترى كلش إنجاز عظيم هذا. المهم، كأنه ماكو يعني البقية ما يصلون، الناس ما تصلي، يعني هذا كلش إنجاز عظيم ترى، إلى أنه أهل بيته كلهم يصلون، ترى إحنا كلنا كنا نصلي. زين، هذا لطيف. الشيء الثاني قايل أنه أنا كان عندي أورج وكان يعجبني أدق على الأورج أحيانا، والدي ما كان يقول لي شيء، كان رجل معتدل يعني، كان يقول طبيعي، حاجة موجودة في البيت أنت كيفك، ماكو مشكلة. هسه هذه طامة بحد ذاتها. الطامة الثانية، هذا لما اجى جوز بنته، هذا اجى، هذا شنو يقول؟ يقول أنا كنت تلميذة، شاب جامعي تلميذة، وكنت أقدمه في المحاضرات، ما أدري أساعده في قضايا معينة، فكان يدخلني بيته. لما دخلني بيته اتخالطت مع أسرته، لما تخالطت مع أسرته تعرفت على ابنته، لما شفت بنته دقي قلبي دق، يقول قلبي دق. الله بهالمنطق اصلا يقول دق، شنو قلبي دق، زين، وبعدين كذا وشفته وقلت له وكذا، فزوجنا. ويقول كان رحمه الله دائما معجب ويسمع دائما أغاني فيروز وأم كلثوم. الله أكبر، أغاني فيروز وأم كلثوم، عجيب. يعني برا أمام العالم هالشكل، جوا داخل بيته يطلع سرسري. شنو هذا المنطق؟ حتى أنا والله دا أتعجب، دا أضحك وأقول هذول الجايبين هذا البرنامج دا يمتدحونه أم دا يذمونه أمام العالم؟ يعني رجل يسمع صوت امرأة أجنبية تغني، هذا بإجماع فقهاء الإسلام حرام، المفروض طبعا. شيء غريب، ما يستحون أصلا يقولون يسمع أغاني فيروز وأغاني أم كلثوم على تعبير. شنو هذا؟ ما عندهم دين، علماؤهم فقهاؤهم، إن كان عندهم علماء إن كان عندهم فقهاء، ما عندهم دين. مو مثلنا إحنا نحتاط، ندير بالنا، نخاف، يرجف الفقيه منا أصلا في الأمور الاحتياطية، في الشبهات يبتعد، يخاف. دائما مثال الاحتياطات علماؤنا وفقهاؤنا، أما في المقابل ذولاك أصلا كل الأمور سهلة. وهذا هم يقول، هذا زوج ابنته يقول إيه، هذا يعني كان دائما هو نصير الإسلام الوسطي، الإسلام المعتدل، يعني هذا هو الإسلام
الوسطي المعتدل. لا، هذا إسلام عائشة وإسلام عمر. إسلام عائشة أم الطرب كانت عائشة، هذا إن شاء الله فصل سيأتي فيما بعد نذكر تفاصيل الطرب والشعر وكذا. عائشة كانت تحب هالأشياء، شعر وطرب وأغاني ويعني هالقضايا يعني الماجنة. زين، ليالي الأنس. وعمر هم عرفتم بعد، داره دار العراة كان، هذا كان وضعه. فطبيعي فقهاؤهم، هذا دونك بعد، بين يديك، فقهاؤهم ماذا يفتون، بماذا يفتون، شوف بنفسك وقيم. والمصيبة هي هذه، أنه شنو؟ يأتي الطرف الآخر يريد أن يشنع على مذهب التشيع، مذهب الشيعة الأبرار، يقول أنه هذا المذهب الذي والعياذ بالله هو إباحي. ليش؟ لأنه يجيز زواج نكاح المتعة، وهو نكاح أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وآله لقضاء حاجة الناس، نزل فيه القرآن، جاءت به السنة النبوية الشريفة، بشرطه بشروطه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما مضمونه إن لنكاح المتعة 70 شرطا، مع العدة، مع الطهر، مع العقد، مع الإيجاب، مع القبول، مع المهر، مع كل شرائط الزواج، غاية ما هنالك أنه مؤجل بأجل، مؤقت بوقت، ما ينتهي بطلاق، وإنما ينقضي بانقضاء هذا الوقت. بس شنو الشناعة أصلا فيه؟ ماكو شناعة فيه، ماكو شناعة. بالعكس، هذا الزواج وأمثاله يعصم الأمة من الفساد، يعصم الشباب، يعصم الشابات، خاصة من كانت مثلا أرملة أو مطلقة أو ما أشبه. هذا بالعكس عصمة. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما مضمونه شرعت المتعة رحمة من الله بعباده، ولولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. هذاك نهى عن هذه الرخصة الإلهية، فدفع الناس إلى الفجور والزنا. وهذا الواقع. تعال شوف في المجتمع البكري مليان زنا وفجور، ويروح يزني ويزني ويرتكب المحرمات ويفجر، يقول لي أنا إلى الآن ما حجيت، لما أروح أحج بعدين أصير خوش واحد، على أساس الحج يمحو ما قبله. منطق عندهم هكذا، المنطق عندهم هكذا.